النادي الاهلي لما بيدخل معركة بيعرف يطلع منها ازاي يكون بطل. النهاردة النادي الاهلي والجيش الملكي المغربي الساعة 9 على ملعب مولاي عبد الله وسط جمهور الجيش الملكي اللي قافل المدرجات ورافع صوته ومولع شماريخه. بس النادي الاهلي مش الفريق اللي يخاف من الدوشة. النادي الاهلي داخل الجولة التانية ب3 نقط والجيش الملكي ب0، وصفر ده بيعمل نار تحت رجلين اي فريق. التاريخ شاهد ان الاهلي قدام اندية المغرب عامل شغل عالي. 35 هدف سجلهم واستقبل 25 وخرج في شباك نظيفة 11 مرة قدام فرق المغرب. يعني كل مرة النادي الاهلي بينزل شمال افريقيا بينزل وراسه مرفوعة وصوته بيكون عالي قوي. اول مرة النادي الاهلي رسميا يتقابل مع الجيش الملكي في دور المجموعات بعد ما النادي الاهلي فاز على الجيش الملكي من حوالي 19-20 سنة في السوبر الافريقي لما النادي الاهلي فاز عليه بركلات الترجيح. يعني من الاخر التاريخ واقف في صف النادي الاهلي والجيش الملكي عليه ضغط جبار من جمهوره واعلامه. يعني في غليان في المعسكر قبل الماتش، وده لو الاهلي استغلوا بكره صح الدنيا هتولع عندهم مش عندنا. وفي لقطة سخنة جدا عندهم رضا سليم جناح الاهلي المعار ليهم حافظ الاهلي الصم وعارف مفاتيح لعبه، فهل هينسى اصله ولا النادي الاهلي هيفكروا مين هو الكبير؟ الاهلي رايح المغرب عشان يحكم ويسيطر بهيمنته، رايح يثبت ان اللي حصل الجولة اللي فاتت مش صدفة، ده عنوان موسم كامل. لو انت اهلاوي حضر قلبك حضر صوتك، بكرة النادي الاهلي مش جاي يفوز بس، النادي الاهلي رايح المغرب عشان يسيطر. وافكرك النادي الاهلي لما بيدخل حرب بيعرف ازاي يخرج منها بطل.